بما تفسر تشبه قارة أمريكا الجنوبية أحد الأشكال الهندسية. ليه؟ عشان أمريكا شبه إيه؟ مثلث. عشان هي شبه المثلث. برافو عليك. طيب لو قال لي يا يوسف بما تفسر وجود مناطق شديدة البرودة في أمريكا الشمالية. ليه؟ عشان هي قريبة من القطب بسبب الإيه؟ القرب من القطب الشمالي. برافو عليك. طيب أنا عندي مناطق برضو شديدة البرودة في أمريكا الجنوبية عشان هي بتبقى قريبة من القطب الجنوبي. من القطب الجنوبي. طيب تتميز قارة أفريقيا بالشكل الهضبي. احنا قلنا الكلام ده ليه؟ هي ليه فيها شكل هضبي؟ بسبب وجود الكثير من الهضاب. أيوان. ومنها هضبة أفريقيا الشمالية. برافو عليك. زي هي فيها هضبة أفريقيا الشمالية. يبقى لو قال لي بما تفسر وجود تتميز قارة أفريقيا بالشكل الهضبي بسبب كثرة الهضاب مثل هضبة أفريقيا الشمالية. طيب يا يوسف بعد كده تتميز قارة آسيا بالتنوع الحضاري. يعني إيه التنوع الحضاري؟ يعني عدى عليها حضارات كتير. طيب إيه الحضارات اللي مرت في آسيا؟ الصين والهند والعراق القديم. الصين والهند والعراق القديم. برافو عليك. طيب بعد كده نخش على قارة أوروبا ونشوف هي إيه الحضارات اللي كانت فيها. قلنا إن أوروبا كان فيها حضارتين، الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. طيب بعد برافو عليك. وعندي كمان الأمريكتين كان فيها حضارة المايا والأستك. الأستك والإنكا. برافو عليك يا يوسف. وعندي طبعا الحضارة المصرية القديمة دي عندنا في قارة إفريقيا. بعد كده بيقول لي يا يوسف أهمية خطوط الطول. احنا خطوط الطول دي بتساعدنا على ايه يا يوسف؟ قاس التوقيت بين بتعرفنا التوقيت ما بين الدول. برافو عليك. يعني خطوط الطول دي اللي بتعرفنا التوقيت ما بين كل دولة. طيب أهمية دوائر العرض. عرفنا إن دوائر العرض بتقسم لي الأرض المناطق حرارية اللي احنا لسه قايلين عنها من شوية. طيب ليه يا يوسف بيبقى فيه فروق في التوقيت بين الدول؟ علشان مش كل دولة موجودة على نفس خط الطول. احنا كنا قايلين يا يوسف ان في فرق ما بين كل خط طول والتاني كام دقيقة؟ 4 دقايق. طب عندي فرق ما بين كل 15 خط طول كام قد ايه في الساعات؟ ساعة. برافو. يبقى انا عشان كده عندي التوقيت مش في كل الدول بيبقى موحد علشان كل دولة بيبقى ليها موقع معين بالنسبة لخطوط الطول. طيب بعد كده أهمية ثورة 23 يوليو 1952 بالنسبة للفلاحين. رجعت لهم إيه؟ عملت لهم إيه الثورة؟ الأراضي الزراعية. إن هي قدرت توزع لهم الأراضي الزراعية مرة أخرى عشان تحسن من أوضاع الفلاحين. طيب بعد كده عندي تركز السكان في البيئة الحضرية. ليه السكان بيتركزوا عندنا في البيئة الحضرية؟ عشان قلنا عندنا بنية تحتية قوية وجيدة، عندنا وسائل نقل ومواصلات، عندنا تنوع في الأنشطة الاقتصادية. يبقى بما تفسر يا يوسف تركز السكان في البيئة الحضرية بسبب إيه؟ هيا يوسف عندنا بنية تحتية قوية، عندنا وسائل نقل ومواصلات، عندنا تنوع في الأنشطة الاقتصادية. يبقى ليه السكان بيتركزوا في البيئة الحضرية؟ عشان عندنا بنية تحتية كويسة. أيوان. وعشان عندنا وسائل نقل ومواصلات. برافو عليك. وعندنا كمان أنشطة اقتصادية متنوعة. طيب بما تفسر قلة السكان في البيئة الصحراوية. هل البيئة الصحراوية دي فيها مية نقدر نشرب ونعيش فيها؟ لا. هل فيها أراضي زراعية نقدر نزرع وناكل منها؟ لا. يبقى بسبب الجفاف بسبب الجفاف وصعوبة الطقس. بسبب الجفاف وصعوبة الايه؟ وصعوبة الطقس. طيب بعد كده بيقول لي اختلاف البيئات المصرية.
ليه البيئات المصرية بتختلف؟ علشان كل بيئة ليها خصائص مميزة وأسلوب معيشة معين ومصادر مواردها معينة. طب يعني إيه الكلام ده؟ إحنا عندنا بيئة ريفية، هل البيئة الريفية دي زيها زي البيئة الحضرية؟ لا، طب إيه الفرق ما بينهم؟ الفرق إن دي فيها زراعة وإن دي فيها زراعة، برافو والفرق إن دي فيها مباني ودي مفيهاش مباني. برافو عليك، إن دي فيها زراعة ودي فيها صناعة. دي كويسة ودي البنية كتير مش كويسة. برافو عليك يا يوسف، شطور. طيب أهمية البيئة الريفية الزراعية بقى في مصر، البيئة الريفية الزراعية دي بتفيدني بإيه؟ تعطينا الفواكه والخضروات، برافو عليك، الطعام الصحي. شطور يا يوسف. يبقى أهمية البيئة الريفية الزراعية في مصر إن هي تعتبر مصدر رئيسي للغذاء من محاصيل وخضروات، وكمان بتدينا الفاكهة والألبان واللحوم عن طريق الحيوانات اللي هم بيربوها. طيب بعد كده بيقول لي أهمية الثروة السمكية، هي الثروة السمكية دي بتفيدني في إيه؟ تعطينا البروتين اللازم أيوة، الذي نحتاجه. برافو عليك يا يوسف، في إن هي مصدر مهم من مصادر الغذاء وتوفير البروتين، وتدخل طبعا في صناعة اسمها تعليب الأسماك. طيب بعد كده يا يوسف بيقولي استخدام أساليب الري الحديثة في الزراعة. هما ليه استخدموا أساليب حديثة في الزراعة؟ عشان يزودوا لي الإيه؟ الإنتاج الزراعي. ويحققوا لي الأمن الغذائي. يعني إيه تحقيق الأمن الغذائي ده؟ يعني يسدوا احتياجات السكان من الغذاء. تحقيق الأمن الغذائي يعني يسدوا بيه احتياجات السكان من الغذاء. طيب بعد كده بيقول لي أهمية المسؤولية الوطنية. إيه هي أهمية المسؤولية الوطنية يا يوسف؟ أهمية المسؤولية الوطنية هي دي بتعرفنا إيه واجبات المواطنين وإيه حقوقهم. أهمية المسؤولية الوطنية هي واجب على المواطنين اتجاه وطنه. يعني إيه المفروض نعمله اتجاه وطننا؟ زي مثلا ان احنا نلتزم بالقوانين، ان احنا نحافظ على الموارد بتاعت بلدنا، صح؟ مش دي مسؤوليتنا اتجاه الوطن بتاعنا يا يوسف؟ ان احنا نحافظ على الموارد ونلتزم بالقوانين. طيب بعد كده يا يوسف بيقول لي أهمية حماية موارد الوطن. احنا ليه بنحمي الموارد بتاعة الوطن؟ عشان دي سر التقدم والنهضة، لأنها سر نهضتنا وتقدمنا. طيب أهمية التعاون بين أفراد المجتمع. احنا لما نتعاون مع بعض ايه اللي هيحصل؟ نجاح. هننجح. هنبقى طبعا ناجحين، وده هيحافظ على ان احنا نبقى مجتمع متماسك، وان الافراد اللي عندنا في المجتمع يبقوا متفاهمين. يبقى يحافظ على تماسك المجتمع ويعيش الافراد في تفاهم. طيب يا يوسف، ضرورة المحافظة على نظافة الشوارع والحدائق. احنا ليه المفروض نحافظ على الشوارع بتاعتنا نظيفة؟ ليه المفروض نسيب الشوارع نظيفة، ما نرميش فيها الزبالة ونبهدل الدنيا فيها؟ عشان ده واجبنا. برافو عليك، لأنه واجبنا اتجاه وطننا. طيب أهمية الاجتهاد في الدراسة. يوسف لما يذاكر ويبقى شاطر ليه بقى؟ انت بتعمل كده ليه ايه انت لما تبقى شاطر ايه أهمية الكلام ده؟ لتنمية الوطن وتقدمه. ما هو يوسف لما يبقى شاطر هينجح وهيكبر وينجح بعد كده ويحقق اللي هو نفسه فيه ويشوف يبقى ايه في المستقبل. وده طبعا اي وظيفة في المستقبل هتفيد البلد في التقدم بتاعه. طيب أهمية تشجيع المنتجات المحلية. احنا ليه نشجع المنتجات بتاعة الوطن بتاعنا؟ علشان نعمل تنمية في الوطن ونوفر كمان فرص عمل للشباب. يبقى أهمية تشجيع المنتجات المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وتنمية الوطن. طيب يا يوسف أهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء. احنا ليه نرشد الحاجات دي؟ ليه ما نفضلش مشغلين الكهرباء كده عمال على بطال، أو نشغل المية كده هو ونقفلهاش خالص؟ ليه نحافظ على الكهرباء والمية؟ عشان نحافظ على موارد الوطن. برافو عليك. طيب أهمية مشاركة الوطن في الأعمال التطوعية.
ليه احنا نشارك مع الوطن في الاعمال التطوعيه، زي ان احنا مثلا ننزل ننظف الشوارع، ان احنا مثلا ننزل نسقي النباتات، الزرع، نحط اشجار، نظبط الدنيا كده. ليه؟ ايه الاهميه ان احنا نشارك الوطن في كده؟ لأنه واجب. عشان دي واجبنا اتجاه الوطن. برافو عليك. طيب دور الجندي والشرطي، الاتنين دول بيعملوا ايه في المجتمع؟ الجندي يدافع عن الوطن ويحمي حدوده. والشرطي؟ والشرطي ايوه، يحمي الوطن من الداخل. برافو عليك يا يوسف. الشرطي ده بيبقى في الداخل، فده هيحمي لي الوطن في الداخل. اما الجندي اللي هو بتاع الجيش، ده هو اللي هيدافع عن الوطن ضد اي عدو، وهيحمي لي الحدود بتاعتنا. طيب بعد كده بيقول لي يا يوسف أهمية البيئة الصحراوية. إيه هي البيئة الصحراوية مهمة عندنا ليه؟ علشان هي مصدر أساسي للمعادن ومصادر الطاقة، وكمان بينمو فيها الزيتون والنخيل، وبيحصل فيها سياحة زي سياحة الإيه؟ البيئية. السفاري. يبقى إيه هي أهمية البيئة الصحراوية تاني؟ والبيئية برضه. والبيئية برضه يا ميس، برافو عليك. طيب يبقى أهمية الصحراوية دلوقتي إيه الأول؟ لأنه مصدر أساسي للمعادن ومصادر الطاقة، وبينمو فيها إيه؟ الزيتون والنخيل. برافو عليك. طيب بيقول لي يا يوسف ينتشر الصيد والأسماك في محافظة بورسعيد والإسكندرية. ليه اشمعنى بورسعيد والإسكندرية؟ عشان هما الاتنين بيقعوا على البحر المتوسط. يبقى ليه في صيد في بورسعيد وفي الإسكندرية؟ بسبب وقوعهم على البحر المتوسط. بسبب ايه؟ القحط على البحر المتوسط. برافو عليك. طيب بيقول لي تعتبر دولة المكسيك دولة بحرية. يعني ايه؟ يعني هي ليه دولة بحرية؟ قال لي علشان هي المكسيك بتتميز بسواحل واسعة موجودة على المحيطين، المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي. يبقى المكسيك دولة بحرية ليه؟ لأنها تتميز بسواحل واسعة على المحيطين الأطلنطي والهادي. طيب بعد كده بيقول لي انتشار النشاط الزراعي في محافظة الشرقية والغربية. طيب اشمعنى الشرقية والغربية؟ علشان عندهم تربة مالها؟ تربة خصبة ومية ايه؟ ومية عذبة. برافو عليك. يبقى أنا عندي نشاط زراعي في الشرقية والغربية لوجود التربة الخصبة والمية العذبة. طيب انتشار النشاط السياحي في الأقصر بسبب وجود الأماكن الأثرية. ما هو في نشاط سياحي، يعني في آثار الناس هتروح تشوفها وتتعلم وتعرف آثار مصر القديمة. طيب أهمية الزراعة بالنسبة لمصر، قلنا إن هي بتحقق لي الأمن الغذائي وبتوفر لي احتياجات السكان. أهمية الغذاء بقى للإنسان الغذاء بيفيد الإنسان في إيه؟ ده مصدر أساسي للطاقة. برافو عليك، ان هو مصدر اساسي للطاقة والنمو في جسم الانسان. طيب بعد كده يا يوسف انشاء الدولة العديد من المشروعات الزراعية الحديثة. الدولة عملت ايه؟ علشان نعرف ايه هي المشروعات الحديثة اللي هي عملتها. مشروع شرق الايه؟ شرق العوينات. أيوة. والزيتونة. برافو. والفرافرة. والكلام ده حصل عشان تزود لي الانتاج الايه؟ الانتاج الزراعي. طيب بعد كده عندي اهمية تربية الماشية. احنا ليه بنربي الماشية؟ بتدينا اللحوم البيضاء. الحمراء مش البيضاء، الماشية الحمراء، لكن الدواجن هي اللي هتدينا اللحوم البيضاء. تمام؟ طيب يبقى أهمية تربية الماشية لأنها مصدر مهم للبروتين الحيواني. طيب بتعمل لي إيه؟ بتوفر لي اللحوم والألبان. طيب أهمية المزارع السمكية، إيه أهمية السمك؟
هو كمان هيبقى بروتين للإنسان، بيمدنا بالبروتين وعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان. طيب بعد كده قيام الدولة المصرية بإنشاء المشروعات المائية على نهر النيل. ليه الدولة المصرية عملت مشروعات مائية على نهر النيل؟ عشان يخدم لي الزراعة، عشان يروي الأراضي الزراعية. طيب تؤثر التغذية السليمة على حياتنا. احنا لما ناكل أكل سليم وصحي ايه اللي هيحصل لنا يا يوسف؟ كلنا أكل سليم وصحي هيحصل لنا ايه؟ عشان نبقى أقوياء وأصحاء. هو هيبقى أحسن. أيوان. وتقلل الإصابة بالأمراض. برافو. فده طبعا هتخلي جسمنا قوي ونشيط، وكمان هتخلينا ان احنا تساعدنا على النمو الصحي والسليم، وهتقوي المناعة بتاعت الجسم. طيب بعد كده يا يوسف بيقول لي أهمية تدريب الصيادين. احنا ليه ندرب الصيادين؟ عشان يصطادوا أكتر. عشان يقدروا يصطادوا اكتر، فبالتالي لما يصطادوا اكتر هيجيبوا شغل اكتر، فده هيحسن من اوضاعهم المعيشية وهينمي الثروة السمكية. يبقى لما يصطادوا اكتر هيحصل ايه؟ تحسين اوضاعهم المعيشية وتنمية الثروة السمكية. طيب بعد كده بيقول لي يعد بعد تحقيق نصر اكتوبر كانت بداية مرحلة العمل والبناء والسلام. احنا خلاص خلصنا الحرب، هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ ننشئ، نعمر الأرض بتاعتنا. يبقى بما تفسر بقى يعد تحقيق نصر اكتوبر هو بداية لمرحلة العمل والبناء والسلام، لأن مصر أدركت أن استرداد الأرض بالسلاح كان البداية، ولازم نحافظ عليها عن طريق العلم. تاني، لأن مصر أدركت إن استرداد السلاح الأرض بالسلاح هو ده كان بدايتنا. إحنا خلاص رجعنا أرضنا، خلاص بقى نسيبها متدهورة ولا نبني ونعمر؟ نبني ونعمر. عشان كده البناء والتعمير مش هيجي إلا عن طريق إن الواحد يكون متعلم وشاطر، لأن عايزين شغل مهندسين وعايزين شغل أشغال كتيرة جدا تشترك معانا علشان نقدر نبني ونعمر. عايزين دكاترة في المستشفيات اللي هيبنوها، عايزين مدرسين في المدارس اللي هيبنوها، عايزين موظفين في المصالح الحكومية اللي هيعملوها، وهكذا. بما تفسر تحقق نصر اكتوبر تحقق نصر السادس من اكتوبر عام 1973. ليه هم نجحوا في الحرب؟ ليه هم انتصروا يا يوسف؟ بسبب وقوف الشعب خلف الجيش يدعي له. برافو. ومرجع. والتخطيط الجيد للجيش والإيمان بالله. أصبح السلام طريق لفتح كثير من المزايا لمصر. احنا لما بقينا عندنا الدولة بتاعتنا بقت دولة سلام، ما بقاش فيها حروب. ايه المزايا اللي هتدخل على مصر من كده؟ قال لي ان السلام ده ساعدنا ان احنا نرجع الامن والاستقرار، وان احنا بقى نتفرغ عشان نبني الدولة ونعمرها ونحسن العلاقات مع الدول العالم. يبقى السلام هو فتح طرق كتير لمصر. ليه؟ لان السلام ساعد على عودة الامن والامان في مصر. طيب انا لما ترجع لي الامن والامان ايه اللي هيحصل؟ الدولة بقى هتبدأ تتفرغ ان احنا نبني ونعمر ونحسن العلاقات بتاعتنا مع الدول العالم. طيب بما تفسر زيارة الرئيس السادات للقدس عام 1977. ليه السادات راح زار القدس يا يوسف؟ ليتم السلام. أيوان. لفلسطين. برافو عليك، عشان يحقق السلام العادل لدولة فلسطين طبعا. بعد كده النجاح، بيقول لي نجاح مصر في تحقيق أهداف حرب أكتوبر. مصر نجحت ازاي؟ ان هي قدرت تقف بصلابة على أرض سيناء واستعادتها كاملة ما عدا أو باستثناء طابة. ان هي قدرت ترجع سينا ورفعت عليها العلم المصري باستثناء طابة اللي هنرجعها بعد شوية. طيب ازدهار التجارة في مصر القديمة. زمان احنا بقى عندنا التجارة ازدهرت ليه؟ بسبب التقدم الزراعي والصناعي وتأمين الطرق التجارية. طب لو قال لي ازدهار الزراعة هقول له بسبب تقدم التجارة والصناعة. طب لو قال لي ازدهار الصناعة هقول له بسبب تقدم التجارة
والزراعة. التلات حاجات يا يوسف بيأثروا على بعض. عندي واحدة فيهم مزدهرة، يعني لو الزراعة مزدهرة يبقى الصناعة والتجارة هما كمان مزدهرين. لو الزراعة متدهورة يبقى الاتنين التانيين متدهورين. ليه؟ لأن هما اخوات وبيحبوا بعض، فمش مش بيفترقوا عن بعض. طالما في زراعة يعني في خير، فبالتالي في مصانع هتشتغل تطلع لي منتجات غذائية، تطلع لي مثلا من القطن منسوجات. طالما في صناعة شغالة فبالتالي هيبقى التجارة شغالة. ما هي المصانع لما بتطلع لي وبتصدر منتجات، التجارة هي اللي هنبيع المنتجات دي عن طريقها. يبقى ازدهار التجارة في مصر القديمة بسبب التقدم الزراعي والصناعي وتأمين الطرق التجارة. طيب بعد كده بيقول لي ازدهار الحياة الاقتصادية في مصر قديما برضو بسبب توافر العوامل الطبيعية والعوامل البشرية. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه حياة اقتصادية؟ حياة اقتصادية يعني في زراعة، يعني في صناعة، يعني في تجارة. طيب هما مين اللي هيشتغلوا في كل الحاجات دي؟ مش الإنسان؟ هيا يوسف، مين اللي هيشتغل في الزراعة والصناعة والتجارة؟ مين يا مس؟ الإنسان. أي إنسان هيشتغل عادي، البني آدم. البني آدم اللي ربنا خلقه البني آدم اللي ربنا خلقه هيشتغل. مش شرط تفتكر، أنا بسألك سؤال ده من دماغك. يبقى أنا عندي في الحياة الاقتصادية قلنا الزراعة، مين اللي هيزرع الأرض؟ هي هتزرع نفسها؟ لا، محتاجة الإنسان. يعني الفلاح مثلا، مين اللي هيصنع المنتجات المكنة هتشتغل لوحدها وتطلع لي منتجات مع نفسها كده؟ لا. لازم الإنسان. طيب أنا لو عندي الإنسان موجود بس الإنسان ده جاهل، ما بيعرفش لا يزرع، ما بيعرفش يصنع، ما بيعرفش يتاجر حتى، هل هيحصل عندي تنمية اقتصادية؟ مش هيحصل طبعا. طالما الإنسان ده جاهل عمره ما هيديني أي منتجات. يبقى أنا عندي توافر عوامل. الحياة الاقتصادية كانت مزدهرة ليه؟ بسبب توافر العوامل الطبيعية والعوامل البشرية. طيب المصريين كانوا بيحنطوا الجثث بتاعة الموتى ليه يا يوسف؟ لتحفظ أجسادهم. أيوان. وتحمي جثث موتاهم. جثث موتاهم. برافو. إن هما كمان كانوا بيؤمنوا بالإيه؟ بالحياة بعد الموت. برافو عليك، اللي هو اسمه البعث والخلود. طيب بعد كده يا يوسف بيقول لي سجل المصريون القدماء كل أعمالهم على جدران المعابد. ليه كانوا بيسجلوا أعمالهم على المعابد؟ عشان تشفع لهم. هم أصلا كانوا بيكتبوا إيه؟ مش كانوا بيكتبوا الأعمال الحلوة بتاعة الميت بس، العمل الصالح للمتوفي؟ طيب يبقى هم كانوا بيسجلوها ليه؟ علشان تشفع لهم عند المحاكمة بعد الموت، لتشفع لهم عند محاكمتهم بعد الموت. طيب أهمية معرفة الكتابة. احنا لما عرفنا الكتابة ايه اللي حصل؟ قال لي طبعا احنا لما عرفنا الكتابة يا يوسف بفضلها قدرنا نتوصل لحياة المصريين القدماء، واستطاع المصري كتابة أحداثه وأعماله. يبقى احنا لما عرفنا الكتابة زمان خالص قدرنا النهاردة ان احنا نعرف ايه اللي حصل عند المصريين. طيب يبقى احنا عرفنا أهمية الكتابة، عرفنا ان احنا عن طريق الكتابة دي قدرنا نوصل لحياة المصريين القدماء، وان المصري القديم استطاع كتابة الأحداث بتاعته والأعمال. طيب أهمية الأدب التهذيبي في حياة المصريين القدماء. الأدب التهذيبي ده كان مهم ليه؟ علشان كان بيهتم بتوجيه النصح والإرشاد زي نصائح الحكيم آني لابنه. يبقى أهمية الأدب التهذيبي لأنه بيهتم بتوجيه النصح والإرشاد زي النصائح بتاعة الحكيم آني لابنه. طيب بعد كده يوسف بيقول لي أهمية علم الحساب في الحياة اليومية لمصر القديمة. هم لما تعلموا الحساب قدروا يعملوا إيه؟ استخدموه في تقدير الرواتب وفي جمع الضرائب وفقا لمستوى الفيضان. يبقى هم كانوا بيجمعوا الضرائب وفقا لمستوى الإيه؟
هيا يوسف، كانوا بيجمعوا الضرائب وفقا لمستوى ايه؟ الفيضان. الفيضان، برافو عليك. طيب بعد كده عندي بيقول لي السؤال الخط الهيروغليفي اللي هو الخط المقدس، ليه هو اتسمى بالخط المقدس؟ قال لي علشان هو كانوا بيكتبوا بيه النصوص بتاعته دي على جدران المعابد والمقابر. يبقى ليه خط الهيروغليفي ده الخط المقدس؟ عشان كان بيستخدم في كتابة النصوص على جدران المعابد والمقابر. يبقى الخط الهيروغليفي ليه خط مقدس يا يوسف؟ كانوا بيستعملوه في الكتابة على المقابر والمعابد. برافو عليك. طيب بعد كده أهمية علم الهندسة في حياة المصريين القدماء. الهندسة كانت مهمة ليه عند المصريين؟ عشان كانت بتساعدهم في تقسيم الأراضي وشق الترع وبناء الأهرامات. الهندسة كانت مهمة ليه؟ عشان كانت بتساعدهم في تقسيم الأراضي وشق الترع وبناء الأهرامات. طيب بعد كده المصري القديم قدر يقيس أو يهتم بمقياس منسوب الفيضان وتشييد الأهرامات والمعابد. ايه العلاقة أو ليه هو اهتم أصلا بمنسوب الفيضان؟ هو اهتم بمنسوب الفيضان زي ما قلنا عشان يقدر يجمع الضرائب ويقدر الضرائب بتاعته. طيب بنى الأهرامات ليه؟ هم بنوا الأهرامات ليه؟ عشان تكون مقابر لملكهم. برافو عليك، عشان تكون مقابر لملوكهم. طب وبنوا المعابد ليه؟ علشان يتعبدوا فيها الآلهة بتاعتهم. يبقى هم قدروا، المصريين قدروا يعملوا كذا حاجة. أول حاجة قلنا بنوا الأهرامات علشان تكون مقابر للملوك بتاعتهم. عرفنا إن هم بنوا المعابد علشان يقدروا يتعبدوا فيها. وعرفنا إن هم كانوا بيقدروا الضرائب عن طريق منسوب فيضان بتاع النيل. طيب أهمية الموسيقى عند المصريين القدماء. الموسيقى كانت مهمة ليه؟ عشان كانوا بيستخدموها في الاحتفالات الكبرى والطقوس الدينية. والطقوس الدينية. طيب كانت أشهر آلة موجودة زمان كان اسمها الهارب. برافو عليك. أهمية تشييد المسلات بقى عند المصريين القدماء. كانوا بيشيدوا لنا مسلات ليه؟ علشان كانوا بيكتبوا على جوانبها الأربعة أعمال الملوك القدماء. برافو عليك يا يوسف. طيب جات لي الملكة بقى حتشبسوت بعد كده أرسلت بعثات لبلاد بونت وفينيقيا. هي بعتت لهم بعثات عشان تجيب من عندهم ايه؟ بخور واخشاب والذهب والعاج. برافو، شطور خالص. طيب بعد كده ازدهرت التجارة الخارجية في عهد الملكة حتشبسوت، علشان هو في الفترة دي بتاعت حتشبسوت كان عندها تبادل تجاري. فهي كانت بترسل البعثات لبلاد بونت وفينيقيا وكانت بتجيب ايه منهم حاجات. يبقى كانت بتبعت لهم حاجات. برافو عليك يا يوسف. كانت بتديهم حاجات من عندنا زي نبات البرج وكده، وبتجيب منهم حاجات تانية خالص. طيب بيقول لي يا يوسف يعد ايه محاطب هو اول معماري في التاريخ؟ ليه؟ عشان هو بنى هرم ايه؟ عشان هو شطور. هو هرم شيد اول هرم في التاريخ، وطبعا هو هرم زوسر المدرج. طيب رمسيس الثاني ليه لقب برجل الحرب والسلام؟ عشان هو قدر ينتصر في الحرب على الحيثيين. كانت المعركة بتاعته اسمها معركة ايه؟ قادش. طيب بعد كده عمل معاهم معاهدة سلام ولا حاربهم تاني؟ عمل معاهم معاهدة سلام، فعشان كده هو كان اسمه رجل الحرب والسلام. طيب يا يوسف بيقول لي يعد الملك أحمس هو مؤسس الدولة الحديثة. هو أحمس عمل ايه يا يوسف؟ طرد مين؟ طرد الهكسوس. طيب لما طرد الهكسوس مش نظم الجيش بتاعه؟ خلاص بقى كده ودخل العجلات الحربية. برافو عليك. وأمن حدود الدولة. فعشان كده هو أصبح مؤسس الدولة الحديثة. يبقى هنكتب كل الحاجات المميزات بتاعت أحمس. طيب بعد كده لعبت الملكة أياح حتب دور مهم في تحرير مصر. هي أياح حتب عملت إيه يا يوسف؟
شجعت ابنها أحمس والشعب المصري ايوه على حرب وقفت الضغط. برافو عليك، وشجعت ابنها أحمس على استكمال الحرب مع الهكسوس عشان يمشيهم ويطردهم. طيب بعد كده يا يوسف بيقول لي ما النتائج المترتبة على اختلاف وقوع الدول على خطوط الطول؟ بسبب فرق التوقيت بين كل خط والذي يليه. برافو عليك، أدى لوجود فروق توقيت بين دول العالم. طيب ما النتائج المترتبة على قرب قارة أمريكا الشمالية من القطب الشمالي؟ أصبح الجو بارد برافو شطور، جدا. برافو عليك، أدى لوجود مناطق شديدة البرودة. طيب ايه النتائج اللي ترتبت لي على انتشار البيئة الساحلية بشواطئها ومناظرها الخلابة؟ في شواطئ جميلة ومناظر جميلة، مش ده هيجيب سياحة كتير عشان الناس تتفسح وتشوف المناظر دي؟ يبقى ده هينمي لي السياحة الترفيهية والسياحة البيئية. برافو يا يوسف، شطور. وطبعا السفاري، بس السفاري مش على الشواطئ، سفاري صح في الصحراء. السفاري في الصحراء. طيب توافر التربة الخصبة والمياه العذبة في البيئة الريفية. هو لما البيئة الريفية بقى فيها تربة خصبة ومياه عذبة هم كده يقدروا يزرعوا؟ صح؟ لا، أيوة يقدروا يزرعوا. ذلك إلى قوة الزراعة. برافو عليك. طب لو أنا ما عنديش مياه خصبة ولا تربة عذبة إيه اللي هيحصل؟ أدى ذلك لعدم قيام الزراعة. برافو عليك. يبقى توافر التربة الخصبة والمياه العذبة في البيئة الريفية أدى لقيام النشاط الزراعي. طيب قيام ثورة يوليو 1952 النتائج اللي ترتبت عليها إعادة توزيع الأراضي على الفلاحين وتحسين إيه؟ برافو يا يوسف، شطور. طيب بعد كده انتشار الجفاف في البيئة الصحراوية، النتائج اللي ترتبت على كده؟ قال لي طالما في جفاف يعني ما فيش ميه، يعني ما فيش نباتات كتير، وكمان دي بيئة صحراوية يعني ما فيهاش الا نبات طبيعي، هيؤدي طبعا لقلة النباتات الطبيعية. طيب بيقول لي وقوع محافظة بورسعيد على مسطح مائي، ايه اللي ترتب لي على كده؟ بقوا يشتغلوا في حرفة صيد الايه؟ صيد الأسماك. طيب لو احنا وفرنا الرعاية، الدولة وفرت الرعاية البيطرية للماشية، ايه النتائج اللي هتترتب على كده؟ كثرة الحيوانات الماشية. ايوه هنزود الانتاج الحيواني، ما احنا لو اهتمينا بصحة الحيوان فالحيوان مش هيبقى مريض ولا هيموت، فبالتالي ده يزود لي من الانتاج الحيواني ويحقق لي الامن الغذائي. طيب يا يوسف قيام الدولة بانشاء مشروع الفيروز ومشروع بركة غليون، هي عملت المشروعين دول عشان تزود الانتاج الايه؟ عشان تزود لي الانتاج السمكي، وكمان تحقق لي برضو الانتاج الامن الغذائي. طيب توفير التدريب اللازم للصيادين ادى لتحسين اوضاعهم المعيشيه وزياده الانتاج السمكي وطبعا تحقيق الامن الغذائي. بعد كده يا يوسف بيقول لي تأدية المواطن المصري واجبه تجاه وطنه، لما المواطن المصري يؤدي الواجب بتاعه لوطنه ايه النتائج اللي هتترتب لي على كده؟ برافو، هيؤدي يخلي الوطن المجتمع بتاعنا يبقى متقدم ويبقى وطن فيه تنمية سليمة ومتقدم، والمواطنين اللي فيه هيبقوا ناس زي الفل هيبقوا ناس زي الفل يبقى أدى لتقدم المجتمع وأصبح المواطن صالح. طيب ما النتائج المترتبة على حماية موارد الوطن؟ طبعا هنرشد استهلاك المياه والكهرباء، هنحمي الآثار، هنحمي الموارد المائية من التلوث. يبقى النتائج المترتبة المشاركة في الأعمال التطوعية، وطبعا ان احنا نشارك الأعمال التطوعية، بس دي في حاجة تانية مش في حماية الموارد. ماشي ماشي يا حبيبي. طيب ايه النتائج المترتبة على يوسف؟ التعاون بين الافراد بشكل جماعي، احنا لو اشتركنا كلنا مع بعض وبقينا ايدينا في ايد بعض ويعني تعاوننا كلنا بشكل جماعي، ايه النتائج اللي هتترتب على كده؟ ذلك الى تحقيق السلام بين الوطن. برافو عليك، وهيبقى في تفاهم وهيبقى في تعاون بين المجتمع. طيب اداء العامل اللي عمله باتقان، لو الواحد اتقى ربنا في شغله مش ده هيخلي الوطن متقدم؟
طبعا. طبعا يا يوسف، برافو عليك. طيب احنا لما نشارك بقى في الاعمال التطوعيه اللي انت لسه قايلها، ده هيعمل لي ايه؟ النتائج المترتبه على المشاركه في الاعمال برضه هيأدي احنا هنعمل خدمات للمجتمع، وده طبعا هينمي لي من الوطن بتاعي. طيب امتلاك شبه جزيره سيناء موارد مائيه، ايه النتائج المترتبه على كده؟ كثرة الزراعة في الوطن. برافو عليك، هيؤدي لقيام الزراعة. طيب ايه النتائج المترتبة على تحقيق النصر العظيم في 6 أكتوبر 1973؟ احنا لما انتصرنا ها؟ عمل أول معاهدة بين مصر وإسرائيل. برافو، كمان قدر ان احنا دخلنا في مرحلة العمل والبناء والسلام، وبقينا ابتدينا نفكر بقى ان احنا ازاي نرجع باقي الجزء بتاع سيناء اللي احنا لسه ما رجعناهوش. كان اسمه ايه الجزء اللي احنا ما رجعناهوش ده؟ طابة. برافو. طيب ايه النتائج اللي ترتبت لي على مفاوضات كامب ديفيد عام 1978؟ ها، المؤتمر ده من المفاوضات دي، مش هي دي اللي حطت لي أسس السلام؟ أيوه. طيب يبقى مفاوضات كامب ديفيد هي دي اللي أدى ذلك لوضع أسس السلام. طيب امتلاك سيناء موارد مائية، نفس الحوار، أدى لقيام الزراعة. توقيع اتفاقية السلام بقى، احنا لما وقعنا اتفاقية السلام، إسرائيل عملت ايه؟ انسحبت من سيناء، وقدرنا نرفع العلم المصري على سيناء ما عدا باستثناء طابة. بقول باستثناء اهو يا يوسف. طيب استرداد طابة، احنا بقى استردينا طابة خلاص عام 1989. لما رجعنا طابة كده احنا بقينا خدنا سيناء كاملة، وهنبدأ نبني بقى ونعمر في الدولة بتاعتنا. طيب بيقول لي عبور الجيش المصري قناة السويس في 6 أكتوبر عام 1973، لما الجيش المصري عبر القناة عمل ايه؟ أدى ذلك لرفع العلم على أرض سيناء، وقدرنا نحقق النصر طبعا على إسرائيل. طيب بعد كده بيقول لي يا يوسف، كان لكل طبقة من طبقات المجتمع دور في المجتمع، يعني كل واحد كان ليه دور. ايه النتائج اللي ترتبت لي على كده؟ برافو، أدى ذلك لتقدم المجتمع. طيب جفاف الهضاب بالنسبة للمصري القديم، لما الهضاب اللي كان عايش فيها الأول جفت، اضطر ينزل لوادي الايه؟ نزل لوادي النيل واستقر فيه. ايوه، لما استقر بقى في وادي النيل طبعا عرف الزراعه واستئناس الحيوانات. برافو عليك. وبعد كده كمان عرف الكتابه. شطور يا يوسف، برافو. ايمان المصري القديم بالبعث والخلود. طيب هما لما كانوا مؤمنين بالبعث والخلود كانوا بيعملوا ايه؟ ها؟ تحنيط. ايوه، وكانوا كمان لما بيدفنوا الموتى بتاعتهم كانوا بيحطوا معاهم ايه؟ الاشياء الشخصيه بتاعت المتوفي، على اساس ان هو هيصحى تاني من الموت ويستخدمها. طيب الاهتمام ببناء السدود وحفر الترع، هم ليه كانوا بيهتموا ببناء السدود وحفر الترع؟ عشان الزراعه تبقى مالها تبقى مزدهره، ادى لازدهار الزراعه. برافو عليك. طيب فك رموز حجر رشيد، ايه النتائج اللي ترتبت لي على كده؟ هما لما الفرنسيين على تعرف على الحضارة المصرية القديمة. برافو عليك. يبقى أنا عندي اللي فكوا حجر رشيد كان واحد اسمه شامبليون، كان جاي مع الحملة الفرنسية. الراجل ده قدر يفك لي رموز حجر رشيد، ومن هنا احنا قدرنا نعرف الحضارة المصرية القديمة. طيب ترجمة البردي. يا يوسف، الفرنسيين عارفين حضارتنا. الفرنسيين عارفوا حضارتنا، الفرنسيين هم اللي عرفونا على حضارتنا. هم اللي سبحان الله. سبحان الله فعلا. هم اللي فكوا لنا الرموز بتاعه الحجر ده، واحنا قدرنا من بعدها نعرف اصول الحضاره المصريه القديمه. طيب ترجمه البرديات الطبيه لعده لغات، ايه النتائج اللي ترتبت على كده؟ طبعا اصبحت النصوص من اسس علم الطب والصيدله. احنا كنا قايلين قبل كده ان مين الناس اللي خدوا مننا البرديات بتاعتنا وترجموها؟ كان الرومان.
وكمان الفينيقيين خدت مننا الأبجدية. طيب بعد كده براعة المصريين في فن النحت. ايه النتائج المترتبة على كده؟ طبعا أدى لنحت تمثال زي تمثال أبو الهول. أيوة. ورمسيس الثاني. ورمسيس الثاني التمثال الطويل قوي اللي احنا شفناه ده. انتصار السادات في حرب يا حبيبي، انتصار السادات في حرب اكتوبر وعقد معاهدة السلام. الراجل ده لما انتصر اطلق عليه رجل الايه؟ رجل الحرب والسلام. طيب مين تاني عندنا في المنهج رجل الحرب والسلام برضو؟ رمسيس الثاني. رمسيس الثاني، برافو. طيب بيقول لي الدور اللي لعبته اياه حطب مع احمس. ايه اياه حطب لما شجعت احمس عمل ايه؟ طردوا الهكسوس من مصر، برافو. طيب ايه النتائج اللي ترتبت على الاستقرار السياسي في عهد حتشبسوت؟ عهدها كان بيتميز بايه؟ عهدها كان بيتميز بالسلام ورخاء اقتصادي. برافو يا يوسف. طيب الملكة حتشبسوت اتعلمت على يد كهنة مين؟ فكرني كده. آمون. طيب هي اتعلمت على ايديهم ايه؟ الكتابة والقراءة والحساب. برافو، اتعلمت الكتابة، اتعلمت القراءة، واتعلمت الحساب. طيب بعد كده دلل على صحة العبارات. تتميز قارة آسيا بالخصائص الجغرافية. علشان فيها ايه قارة آسيا؟ فيها ايه؟ فيها هضبة وفيها جبل. فيها هضبة وفيها جبل. هضبة أعلى جبل، أعلى هضبة، أعلى جبل اللي هو جبل. برافو. أعلى هضبة اللي هي هضبة التبت. هضبة التبت، برافو. طيب بيقول لي يطل المحيط الأطلنطي الشمالي على عديد من القارات. ايه دليلي على الكلام ده؟ ان هو بيطل على ايه؟ يطل على أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. لا، آسيا وأوروبا مش أفريقيا. تمام. طيب تنوع التضاريس في أوروبا. التضاريس لما كانت متنوعة في أوروبا زي ايه التضاريس المتنوعة دي؟ زي جبل وسهل. جبال الايه؟ جبال القلب. أيوة. وجبال أوروبا أو والسهل الأوروبي العظيم. برافو، جبال القلب والسهل الأوروبي العظيم. طيب تنوع المناطق الحرارية في العالم. بقى عندي المناطق الحرارية منطقة حارة جدا اللي فين؟ كلما اقتربنا من دائرة الاستواء زادت درجة الحرارة، وكلما ابتعدنا من دائرة الاستواء قلت درجة الحرارة. برافو عليك يا يوسف. طيب عملت الدولة على تطوير البيئة الريفية. الدولة عملت ليه عشان تطور لي البيئة الريفية؟ توفير فرص عمل للشباب وزيادة الخدمات مثل المدارس والمستشفيات وتطوير البنية التحتية. وطبعا تطوير البنية التحتية. طيب الدولة برضو عملت ايه عشان تطور لي البيئة الحضرية؟ إنشاء مدن جديدة، تطوير البنية التحتية، والقضاء على العشوائيات واستخدام النقل المستدام. عملت لي مدن جديدة، قدرنا نطور البنية التحتية أكتر وأكتر، قضينا على العشوائيات خالص، وعملنا حي جديد زي حي الإيه يوسف فاكره؟ الأسمرات. زي حي الأسمرات، برافو. قدرنا نستخدم النقل المستدام. طيب عملت الدولة على تطوير البيئة الصحراوية. طورنا البيئة الصحراوية، عملنا إيه؟ قال لي إن هي أدارت الموارد المائية وطورت البنية التحتية. طيب بعد كده يا يوسف تنوع الأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية. ايه الدليل على كده؟ السمك واستخراج البترول والغاز الطبيعي. برافو عليك. كانوا بيصطادوا السمك، وكان في بترول بيستخرجوه، وكمان بيستخرجوا الغاز الطبيعي. طيب تعدد المحافظات الحدودية. ايه المحافظات الحدودية زي ايه؟ البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح والوادي الجديد. يبقى المحافظات الحدودية البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، والوادي الجديد. برافو. طيب تختلف المحافظات المصرية من حيث عدد السكان، عشان عندي محافظات مالها في السكان مالهم، وعندي محافظات تانية وادي الجديد كبيرة ودمياط صغيرة. وادي الجديد كبيرة، ده بنحيث المساحة. لكن وشمال سيناء عددها قليل، والقاهرة عددها كبير. جنوب سيناء، برافو عليك، عددها قليل، والقاهرة عددها كبير. طيب بعد كده أنا عندي المصريين حرصوا قديما على إنشاء مشروعات الري. زي إيه المشروعات اللي بنوها؟
سد اللاهون والقناطر الخيرية والسد العالي. سد اللاهون والقناطر الخيرية والسد العالي. طيب التغذية السليمة ليها أثر على صحة الإنسان، ها إيه دليلك على الكلام ده؟ تساعد على النمو السليم وتحافظ على الصحة وتجعل الجسم قويا وتجعل الجسم وصحيا. قويا. برافو. طيب تنوع مصادر الغذاء في مصر، احنا عندنا مصادر كتيرة للغذاء في مصر زي ايه مثلا؟ الزراعة والصناعة الحيوانية والثروة السمكية. برافو عليك. طيب أنا عندي الدولة قامت بعدة جهود عشان تحقق لي الأمن الغذائي، زي استصلاح الأراضي الصحراوية، إنشاء مشروعات قومية زي الدلتا الجديدة وشرق العوينات والفرافرة، واستخدمت الري الحديث ودعمت الفلاحين بالأسمدة. يبقى قدرنا الدولة ايه جهود الدولة عشان تحقق لي الأمن الغذائي يا يوسف؟ استصلاح الأراضي الايه؟ الصحراوية. وعملت مشروعات قومية زي الدلتا الجديدة شرق العوينات والفرافرة. وبعد كده عملنا استخدامنا الري الحديث ودعم الفلاحين بالأسمدة. برافو عليك. طيب تتعدد جهود الدولة لزيادة الإنتاج الحيواني، بنعمل ايه عشان نزود الإنتاج الحيواني؟ تطوير الأعلاف وتحسين السلالات الحيوانية وتوفير الرعاية البيطرية. برافو. طيب احنا عندنا تنوع في مصادر البيئة للإنتاج الزراعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عندنا محاصيل زراعية كتير. المحاصيل الزراعية عندي زي ايه مثلا؟ زي القمح، زي الذرة، زي قصب السكر، زي البرتقال. اي حاجة بتتزرع كلها محاصيل زراعية باختلاف الانواع. في عندي محاصيل سكرية وفي عندي محاصيل غذائية، بس كلها في الاخر محاصيل زراعية. طيب انا عندي تنوع مصادر الثروة السمكية في مصر. طيب يعني ايه تنوع مصادر الثروة السمكية؟ يعني احنا اماكن كتير بنجيب منها الاسماك في مصر، زي البحر الاحمر والمتوسط، نهر النيل، ومزارع بركة غليون. يبقى ايه هي الاماكن اللي بنجيب منها الثروة السمكية في مصر يا يوسف؟ البحر الأحمر والبحر المتوسط ونهر النيل وبركة غليون وفيروز. برافو عليك. تدعم الدولة المصرية المشروعات الزراعية الكبرى، زي قلنا مشروع شرق العوينات فرافرة والدلتا الجديدة. أيوة والفرافرة. برافو. طيب قيام الدولة بتنمية الثروة السمكية، عملت ايه الدولة عشان تنمي الثروة السمكية؟ عملت لي حماية للمسطحات المائية والتوسع في المزارع السمكية. طيب يبقى عملت لي ايه؟ حماية المسطحات المائية، ووسعت لي كمان في المزارع السمكية، وقدرت انها تستخدم اساليب الصيد الحديثة. طيب يستطيع الفرد ان يشارك في تنمية وطنه. الفرد هيشارك ازاي في تنمية الوطن يا يوسف؟ حيث يمكن الاشتراك في الدراسة وتشجيع المنتجات المحلية. برافو عليك يا يوسف، شطور. شبه الجزيرة العربية دي غنية بالموارد الطبيعية، يعني علشان هي فيها معادن كتير وبتمتلك سواحل جميلة. يبقى ليه شبه الجزيرة العربية غنية بالموارد الطبيعية؟ تضم المعادن كتير. أيوة. وتمتلك سواحل جميلة. برافو عليك. طيب بيقول لي برضو ان شبه جزيرة سيناء دي فيها تمتلك مقومات سياحية. ايه هي المقومات السياحية اللي بتمتلكها شبه جزيرة سيناء؟ قال لي بتمتلك سواحل جميلة على البحرين الأحمر والمتوسط. بتمتلك سواحل على البحرين الايه والايه؟ الأحمر والمتوسط. برافو يا يوسف. طيب كان الشعب المصري دور في تحقيق نصر أكتوبر. الشعب بقى ايه عمل ايه في تحقيق عشان يحقق النصر؟ وحدة الشعب مع الجيش والعمل والدعاء والصبر. برافو. طيب كان في هناك عندنا مميزات او كان في عديد من المزايا عشان نحقق السلام والاستقلال. حصل ايه؟ قال الامن والاستقلال. برافو.
وزيادة الاستثمار وتنشيط السياحة والبناء والتعمير. برافو عليك. طيب بدأت مصر في استعادة سيناء باتخاذ خطوات فاعلة للسلام. الخطوات دي زي السادات لما زار القدس 1977، وحصل مفاوضات كامب ديفيد، وطبعا اتفاقية السلام. بعد كده بيقول لي الإنسان زمان كان بيعيش حياة بسيطة في البداية. ليه؟ عشان هو كان بيسكن فوق الهضاب، لا كان يعرف كهرباء ولا سيارات ولا حتى هواتف الذكية اللي معانا دلوقتي. مصر من أقدم الحضارات في العالم لأن تاريخها يمتد لأكتر من 5000 عام، أو المفروض من أكتر من 7000 عام، مش من 5000 فقط. تغيرت حياة المصريين القدماء بعد نزول المصري للوادي. طيب هو المصري لما راح لنهر النيل عمل إيه؟ هيا يوسف، لما الإنسان بنى البيوت من الطوب اللبن. أيوة. وزرع الأراضي الزراعية واستأنس الحيوانات. برافو عليك. طيب مرت مصر بمجموعة من العصور التاريخية، احنا لسه قايلينها من شوية، زي العصور القديمة واليوناني والبطلمي والروماني والإسلامي والحديث. برافو عليك. طيب يتكون المجتمع المصري من عدة طبقات. كان بيتكون من ايه بقى؟ مين اللي على قمة الهرم؟ الملك وأسرته. مين اللي في المرحلة الثانية؟ كتبة وعمال ومزارعون. برافو عليك. والعبيد وقادة الجيش. شطور. يبقى احنا نرتبهم مع بعض. اول حاجة، اول مرحلة فوق في قمة الهرم الملك واسرته، بعد كده اللي تحت منه الكهنة ورجال الجيش، بعد كده الكتبة والعمال، اخر حاجة المزارعون والحرفيون وعامة الشعب. طيب احتلت المرأة مكانة مميزة في مصر القديمة عشان ايه؟ قدرت تتولى مناصب، حيث تولت مناصب عليا مثل الكاتبة والملكة. برافو عليك. طيب بعد كده يوسف بيقول لي اهتمام المصريين القدماء بالصناعة. كانوا بيصنعوا البردي والأخشاب والفخار. هو البردي ده مش كانوا بيكتبوا عليه؟ ايوه. طب كانوا بيصنعوا منه ايه بقى؟ بورق بالقلم. كانوا بيصنعوا من البردي ورق عشان يكتبوا عليه. كانوا بيصنعوا كانوا بيجيبوا من البوص. ايوه، يعملوا منه اقلام. يجيبوا الحبل. ايوه، ويروحوا يكتبوا. برافو. طيب تتنوع الصادرات والواردات في مصر القديمة. احنا كنا بنصدر ذهب ونحاس واسلحة، كنا بنستورد توابل واخشاب والبخور والعاج. طيب ارتبطت مصر قديما بعلاقات قوية مع بلاد العالم القديم، زي بلاد مين؟ زي بلاد بونت، فينيقيا والهند واليونان والعراق وبونت. برافو. طيب آمن المصريون بتعدد الآلهة، عشان كده عملوا ايه؟ خلوا كل ظاهرة طبيعية اعتبروها إله. تمام، عملوا كل ظاهرة طبيعية إله. بعد كده بيقول لي براعة المصريين في العلوم. ايه هي العلوم اللي هم برعوا فيها؟ الفلك والطب والجراحة والتقويم الشمسي والحساب والهندسة. شطور. برع المصريون في النحت والعمارة والآلات الموسيقية. النحت والعمارة عملوا لي أهرامات ومعابد والتماثيل زي أبو الهول ورمسيس الثاني. طب والآلات زي الآلة بتاعة الهرب. اقتصر استخدام الكتابة الهيروغليفية بطريقة معينة، علشان احنا كنا، لا دي مش الهيروغليفية، دي الهيراتيقية. كانوا بيستخدموا، مين اللي كان بيستخدم الكتابة الهيراتيقية؟ كانوا بيستخدموها الكهنة. بيكتبوا بيها نصوص الأهرامات. برافو عليك يا يوسف، زي نصوص الأهرامات. طيب يمثل تطور الأبجدية تطورا. الأبجدية اتطورت من مصر، مين اللي نقلها مننا؟ الفينيقية. والفينيقية خدوها ودوها، مين اللي خدها من الفينيقيين؟ أوروبا. يبقى الأول احنا عندنا الأبجدية بتاعتنا، بعد كده الفينيقيين خدوها وطوروها، واللي نقلها عنهم أوروبا، اللي هي لحد النهاردة الأبجدية بتاعتها موجودة. ازاي كاتبين اسم مصريون ثم أوروبا؟ لا دي زيادة يا حبيبي، دي زيادة. المصريين دي زيادة، ما اعتبرها مش موجودة. يبقى المصريين الأول، بعد كده الفينيقيين، بعد كده أوروبا.
يبقى احنا اللي بدعنا الموضوع الاول، احنا اللي طورنا الابجديه اللي خدوها مننا الفينيقيين، طوروها بطريقتهم باللغه بتاعتهم، بعد كده اوروبا خدتها من الفينيقيين. طيب تاثرت الحضارات القديمه اللي هي زي الحضاره المصريه القديمه اتاثرت بالمايا، والحضارات الرومانيه هي كمان احنا عندنا حضارات كتير قوي اتاثرت بينا، بس هم ما قدروش يبنوا الاثار بتاعتهم زينا، صح؟ زي مين؟ الحضارة الرومانية لما كانوا بانيين، لما حاولوا يبنوا الأعمدة، يبنوا المدن اللي على شكل النباتات. برافو عليك، بس هم ما قدروش يعملوا زينا فما كملوش. فاكر الصورة؟ ايوه مس. ايوه يا حبيبي. طيب بعد كده عندي، بس طلع في بعديها واحدة حلوة يا مس. ايه؟ الصورة بعديها حلوة. هم الصورة بعديها حلوة بس الرومانيين مش ايوه اليونانيين. الرومانيين، برافو عليك. شخصيات بقى تاريخية من ضمن اللي كان ليهم دور قوي جدا عندنا هنا في مصر زمان، طبعا الملكة اياح حطب اللي كان ليها دور كبير جدا في طرد الهكسوس. ودعمت المصريين حتى تم طرد الهكسوس. برافو. وتميزت عهد الملكة حتشبسوت بالرخاء الاقتصادي والسلام والمعمار، وكان فيها حاجات كتير جدا علشان كان في ان زراعة حيث عملت الزراعة والبعثات التجارية ومعبد الدير البحري. طيب الراجل رمسيس الثاني ده يعد من أكتر الملوك بناء للآثار، عشان عمل إيه؟ استكمل بهو إيه؟ عشان استكمل بهو معبد كرنك، وبنى معبد أبو سمبل، كمان كمل المعبد بتاع أبو ستي الأول، فاكر؟ طيب عندي برضو ومعبد أبو سمبل ومعبد الرمسيون. برافو عليك يا يوسف. الرمسيون. بعد كده بيقول لي طبعا ان انور السادات هو بطل الحرب والسلام، عشان هو كمان قدر ينتصر في حرب اكتوبر وعمل معاهدة اسمها معاهدة السلام. طيب حدد اهم السمات الجغرافية المميزة لقارة استراليا. استراليا بتتميز بايه؟ بتتميز معظم اراضيها صحراوية وجبلية. معظم اراضي استراليا صحراوية وجبلية. طيب تاني حاجة، أهم الخصائص الجغرافية المميزة لقارة أمريكا الجنوبية، إن هي واخدة شكل إيه؟ أيوة، وبتمتاز بكثرة غابات، زي غابة الإيه؟ غابات الأمازون. برافو. طيب برافو عليك يا يوسف. وضح قواعد حساب فرق التوقيت، زي الفرق ما بين كل خط طول وخط طول اللي بعده كام دقيقة قلنا؟ 4 دقايق. طيب وكل 15 خط طول بيساوي قد ايه من الوقت؟ ساعة. يعني كلما اتجهنا للشرق الوقت هيتقدم ولا هيتأخر؟ هيتقدم. طب ولو اتجهنا للغرب؟ هيتأخر. برافو. طيب بيقول لي لخص أهم السمات المميزة لمواقع محافظات المصرية. طيب أنا عندي كل محافظة موجودة في مكان محدد بيميزها، وكل محافظة بيجاورها محافظات أخرى من جميع الاتجاهات. ممكن تكون مجاورها محافظات حدودية، ممكن يكون مجاورها مسطح مائي، أو حتى دولة أخرى. يبقى أنا عندي كل محافظة موجودة في مكان معين. طيب ما هي الشرقية جنبها مثلا ايه؟ المنصورة، وجنبها الغربية، وجنبها الدقهلية، وجنبها بلاد كتير، القاهرة جنبها الجيزة، جنبها مثلا اسكندرية، الأقصر جنبها أسوان. يعني كل دولة مش عايشة لوحدها في الخريطة، في دول كتير، في بلاد كتير، محافظات جنب بعضها. طيب بعد كده يوسف بيقول لي صف أهم الملامح الجغرافية المميزة لدولة المكسيك. قال لي فيها تضاريس متنوعة ما بين جبال وهضاب وسهول، وبتتميز باتساع مساحة سواحلها على المحيطين الأطلنطي والمحيط الهادي، وكمان بالإضافة لخليج المكسيك. يبقى تاني، الملامح الجغرافية لدولة المكسيك يتنوع بها التضاريس ما بين جبال وهضاب وسهول، وتتميز باتساع مساحة سواحلها على المحيطين الأطلنطي والهادي، وكمان هي قريبة من خليج المكسيك. ما أهم الصفات المميزة لشعب دولة المكسيك يا يوسف؟ شعب المكسيك كان ماله؟ شعب اجتماعي،
شعب اجتماعي ومرتبط بالاحتفالات بشكل ويحب كبير. الاحتفالات ايوه، ولديهم روح مرحة ومحبة. ومحبة، بيحبوا كمان الموسيقى والرقص. طيب أهم دعائم اقتصاد دولة المكسيك. المكسيك الاقتصاد بتاعها بيقوم على إيه؟ الزراعة والصناعة. اقتصاد المكسيك بيقوم على الزراعة والصناعة، وهي من أكبر مصدري الفواكه والخضروات في العالم. طيب بعد كده بيقول لي اكتب أهم مشروعات التنمية الزراعية اللي أنشأتها الدولة. زي مشروع الدلتا الجديدة، زي مشروع الفرافرة، زي مشروع شرق العوينات. يبقى ايه هي اهم المشاريع؟ مشروع الدلتا الجديدة ومشروع الفرافرة ومشروع شرق العوينات. برافو عليك. طيب بيقول لي حدد اهم واجباتنا نحو وطننا. ايه هي واجباتنا على الوطن بتاعنا؟ ان احنا نكون مواطنين صالحين، ان احنا نلتزم بالقوانين ونحترم النظام، ان احنا نشارك في الاعمال التطوعية طبعا زي نظافة الشوارع والمرافق العامة وما نرددش الشائعات. بعد كده يا يوسف بيقول لي كيف يمكننا حماية الموارد بتاعة بلدنا. ان احنا نرشد استهلاك المياه والكهرباء، ان احنا نساهم في حماية الاثار والتراث، وطبعا نحمي الموارد المائية من التلوث. طيب كيف يمكننا المشاركة في تنمية وطننا؟ احنا نشارك ازاي بقى في التنمية؟ ان احنا نبقى شطار في الدراسة، وان احنا نعمل باخلاص واتقان، ونشجع المنتجات المحلية. طيب بعد كده بيقول لي عدد خطوات التي مرت بها عملية استعادة سيناء كاملة عن طريق السلام. هو احنا لما جينا نستعيد سيناء مشينا في شوية خطوات. اول خطوة منهم كان ان الرئيس محمد انور السادات قدر يزور القدس علشان يحقق السلام العادل. تاني حاجة حصل مفاوضات اللي هي مفاوضات كامب ديفيد، كانت برعاية أمريكية. رقم 3 توقيع اتفاقية السلام، وطبعا نصت على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء. ثم في 25 إبريل 1982 قدرنا نرجع أرض سيناء كاملة باستثناء طابة. طيب أهم الملامح الجغرافية المميزة لدولة أسبانيا. قال لي إن أسبانيا يا يوسف فيها بسواحل بممتدة تطل على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، وكمان فيها سلاسل جبلية مهمة زي جبال البرانس. يبقى أسبانيا فيها جبال إيه يا يوسف؟ جبال البرانس. طيب أهم مميزات الشعب الأسباني إن هو شعب ودود ومتسامح مع الثقافات الأخرى، وطبعا أسلوب حياته متوازن بين العمل والراحة، بيحبوا يشتغلوا ويريحوا شوية. بعد كده العيلة عندهم بتمثل جزء محوري من حياتهم، يعني عندهم العيلة حاجة مهمة جدا. أسبانيا الاقتصاد بتاعها قال لي إن هي بتهتم بالسياحة، وطبعا الصناعات الغذائية زي صناعة زيت الزيتون. طيب بعد كده العصور التاريخية نرتبهم بالتفصيل. قلنا العصر القديم، يعني طبعا ده بدأ مع معرفة المصري القديم بالكتابة. يحيى العصر ده بدأ بسيطرة الإسكندر الأكبر على مصر. بعد كده بنى مدينة الإسكندرية. اليوناني بدأ بسيطرة الإسكندر الأكبر على مصر. طيب بعد كده العصر الروماني ده بدأ بدخول الرومان لمصر، وطبعا بيشمل الحقبة القبطية، يعني الفترة اللي انتشر فيها المسيحية. ثم العصر الإسلامي طبعا اللي بدأ بفتح مصر على يد عمرو بن العاص، واتميز بإنشاء الجامع الأزهر ونشر العلم. ثم بعد كده العصر الحديث اللي بدأ مع محمد علي، وطبعا العصر الحديث ده تميز بالنهضة العمرانية والاقتصادية. ثم العصر الحالي اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو التاريخ المعاصر، اللي بدأ بعد ثورة 23 يوليو وموجود لحد النهاردة، اللي بيتميز بقى بالمشروعات اللي الدولة عاملاه لنا. طيب بعد كده بيقول لي لخص أهم ملامح الحياة الدينية للمصريين القدماء. كان عندهم تعدد الآلهة. طيب بعد كده كانوا بيعملوا ايه؟ كان عندهم كام اقليم يا يوسف، ولا كام معبود زمان؟
48 معبود. 42 بس مش 48. كان عندهم 42 معبود خاص، بس مين بقى اللي وحدهم كلهم في معبود واحد؟ اخناتون. برافو عليك. طيب كانوا برضو عندهم حاجة اسمها الإيمان بالبعث والخلود، يعني هم شايفين إن هم بعد ما يموتوا هيرجعوا هم يحنطوا الجثث بتاعت موتهم عشان هيصحوا بعد كده يتحاسبوا بقى. الحساب بعد الموت اللي هو المصري القدماء اعتقدوا إن المتوفي ده هيقف قدام محكمة مكونة من 42 قاضي برئاسة مين المحكمة دي؟ برئاسة أوزوريس. وعرفنا طبعا طبقات المجتمع اللي بيبدأ بالملك وأسرته، وبعد كده الوزير والكهنة وقادة الجيش وحكام الأقاليم، ثم الكتبة والتجار والحرفيين، آخر حاجة طبعا المزارعين والعمال والعبيد. طيب بيقول لي نظام الحكم. نظام الحكم في مصر بعد القيام الوحدة في عهد الملك مينا. الملك مينا لما وحد الدولة عمل ايه؟ قال لي ان الملك مينا ده كان هو على رأس نظام الحكم، وكان بيدير البلاد ويختار المعاونين بتوعه اللي هم يعني المعاونين يعني اللي هيساعدوه في الشغل بتاعه وفي الحكم بتاعه، زي الوزراء زي كبار الموظفين في الدولة. يبقى قلنا اصلا ان مينا هو موحد الايه يا يوسف؟ القطرين. مينا موحد القطرين. طيب بعد كده ايه العلاقة ما بين خطوط الطول والتوقيت؟ عرفنا ان خطوط الطول بتساعدنا على معرفة فرق التوقيت بين دول العالم. ما العلاقة بين دوائر العرض والمناخ؟ طبعا عشان المنطقة الحرارية. ما العلاقة بين البيئة الريفية والغذاء؟ أكيد البيئة الريفية هي اللي هتجيب لي المحاصيل الغذائية اللي احنا هنتغذى بيها. ما العلاقة بين التغذية السليمة ومناعة الجسم؟ طبعا التغذية السليمة هتقوي المناعة وتخلي الجسم بتاعي قادر على مقاومة الأمراض. ما العلاقة بين المواطن الصالح وتقدم الوطن؟ طبعا عندما يقوم المواطن بواجبه ويخلص في دراسته وعمله يؤدي ذلك لاستقرار وتقدم الوطن. ما العلاقة بين حرب اكتوبر واتفاقية السلام؟ عارفين ان حرب اكتوبر هي اللي فتحت الطريق ان يحصل اتفاقية اسمها اتفاقية السلام. ما العلاقة بين نبات البرد والصناعة عند المصريين القدماء؟ طبعا ان البرد ده استخدموه في صناعة الورق اللي هيكتبوا عليه. ما العلاقة بين البعث والخلود والتحنيط؟ ان طبعا المصريين كانوا مؤمنين ان اللي هم مؤمنين بالبعث والخلود، فعشان كده قاموا بتحنيط جثث موتاهم للحفاظ عليها. ما العلاقة بين إياح حطب والهكسوس؟ عرفنا ان الملكة إياح حطب هي اللي شجعت ابنها أحمس ان هو يكمل طرد الهكسوس من مصر. ما العلاقة بين حجر رشيد والتاريخ المصري القديم؟ بفضل فك رموز حجر رشيد قدرنا ان احنا العلماء يقدروا يقروا الكتابة المصرية القديمة واحنا عرفنا الاسرار بتاعة مصر القديمة. طيب لو جالي مثلا مقارنة، عايزين مثلا نقارن بين قارة اسيا وقارة افريقيا. اسيا قلنا فيها قمة ايفرست وهضبة التبت، اما افريقيا فهي بتتميز بشكلها الهضبي وفيها هضبة افريقيا الشمالية. طيب الحضارة اللي موجودة في آسيا قلنا حضارات الهند والصين والعراق القديم. طيب الحضارة اللي موجودة في إفريقيا طبعا الحضارة المصرية القديمة. عايزين نعمل مقارنة ما بين خطوط الطول ودوائر العرض. قلنا إن خطوط الطول دي بتحدد لي المواقع شرق وغرب ومعرفة فروق التوقيت، وإن هي بتبقى عبارة عن أنصاف دوائر تبدأ من القطب الشمالي للقطب الجنوبي. طب الدوائر العرض بتحدد لي الموقع شمال وجنوب، وقسمت لي الارض المناطق حراريه. هي عباره عن ايه شكلها؟ بيبقى عباره عن دوائر كامله بتحيط بالكره الارضيه. اكبر دائره استواء هي دائره الاستواء، اكبر دائره عرض هي دائره الاستواء. بالنسبه للبيئه الريفيه والبيئه الحضريه، البيئه الريفيه طبعا نشاطها زراعي، اما الحضريه صناعه وتجاره وخدمات. البيئه الريفيه شكلها ايه؟ بتتميز بانتشار القرى وطبعا بتتسم بالبساطة. طيب والحضرية؟ الحضرية دي بتشمل المدن العمرانية الكبيرة ومناطق طبعا المدن الصناعية والحاجات الأماكن المتطورة. بالنسبة للكتابات قلنا الكتابة الهيروغليفية دي كتابة الخط المقدس، أما الديموتيقية دي اللي هي تعرف بالخط الشعبي. طيب أمال احنا عندي كان الكتابة بيكتبوا بها النصوص الدينية، الكتابة الثالثة كان اسمها ايه يا يوسف؟
الكتابة بتاعتي كان اسمها الهيراتيقية. الهيراتيقية. برافو عليك، اللي كانوا بيكتبوا بيها النصوص الدينية زي نصوص الأهرامات. طيب بالنسبة للكتابة الهيروغليفية طبعا كانوا بيستخدموها لتسجيل النصوص على جدران المعابد والمقابر. أما الديموتيقية كانوا بيستخدموها في إن هم كانوا بيعملوا بيها العقود التجارية والمعاملات بين الناس. الفرق ما بين الغذاء الصحي والغذاء الغير صحي، عرفنا ان الغذاء الصحي كله فيتامينات وبروتينات، اما الغير صحي فيه دهون وفيه سكريات وحاجات مش حلوة. بيأثر على الجسم ازاي؟ الغذاء الصحي بيقوي المناعة ويساعدنا على النمو ويمد الجسم بالطاقة، اما الغذاء الغير صحي يسبب السمنة، يضعف المناعة ويؤثر سلبا على نشاط الجسم. طيب مقارنة ما بين الملك رمسيس والرئيس محمد أنور السادات. الاتنين أبطال الحرب والسلام، بس واحد زمان وواحد دلوقتي في الفترة الحديثة. أهم أعمال الملك رمسيس الثاني إن هو طبعا انتصر في معركة قادش وعمل أول معاهدة سلام، وأنور السادات هو انتصر في حرب أكتوبر وعقد اتفاقية السلام هو كمان. بالنسبة عندي للخرايط، عندي البيئات بتاعتنا يا يوسف. عندي البيئة الريفية اللي موجودة عندي في دلتا نهر النيل ومنخفض الفيوم والأماكن اللي حوالين نهر النيل كلها لحد ما نوصل لمنطقة السد العالي. عندي البيئة الصحراوية طبعا معروفة، صحراء شرقية وصحراء غربية. الصحراء الشرقية موجودة هنا، والغربية طبعا بالمنخفضات والواحات اللي فيها. وعندي شبه جزيرة سيناء تعتبر بيئة صحراوية. طيب البيئة الساحلية اللي هي بتقع على البحر المتوسط وعلى كمان حدود البحر الأحمر، دي بيئة ساحلية. يبقى أنا عندي البيئة الريفية اللي هي حوالين دلتا نهر النيل ونهر النيل نفسه علشان فيه مية عذبة وتربة خصبة. لكن البيئة الصحراوية الأماكن اللي فيها الصحراء زي الصحراء الشرقية، زي الصحراء الغربية، زي شبه جزيرة سيناء. طيب البيئة الساحلية قلنا ان هي بتقع على البحرين زي البحر الأحمر والبحر المتوسط، ده بالنسبة للبيئات. طيب عندي بقى مشروعات الزراعة اللي كانت عندي في مصر حديثا. طيب ايه هي المشروعات دي؟ قال لي عندي مشروع الدلتا الجديد، عندي مشروع الفرافرة في الصحراء الغربية، عندي ترع هنا المنطقة دي كده اسمها ترعة بحر يوسف، عندي هنا بحيرة ناصر، عندي تحت في الجنوب شرق العوينات، والحتة الصغننة خالص دي اسمها بحيرات توشكا. يبقى أنا عندي مشروع الدلتا الجديد ومشروع الفرافرة ومشروع شرق العوينات، هم دول الثلاث مشروعات الحديثة. مشروع شرق العوينات تحت يا يوسف في الجنوب، مشروع الفرافرة عندي موجود في الصحراء الغربية، عندي مشروع الدلتا فوق جنب الدلتا بتاعت نهر النيل. طبعا المحافظات الحضرية والمحافظات الحدودية. الحضرية زي القاهرة والسويس والجيزة وبورسعيد والإسكندرية وكل المناطق دي، كل دي مناطق حضرية. أما بقى المناطق الحدودية زي الوادي الجديد اللي هي أكبرهم مساحة، زي مطروح، زي شمال سيناء وجنوبها، وطبعا محافظة البحر الأحمر. يبقى المحافظات الحدودية يا يوسف هم 5: محافظة البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوبها، مطروح، والوادي الجديد. ايه هم المحافظات الحدودية يا يوسف؟ ها يا يوسف المحافظات الحدودية. الوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوبها البحر الأحمر والبحر الأحمر. أما المحافظات الحضرية زي القاهرة والسويس بورسعيد والإسكندرية، القاهرة والسويس بورسعيد والإسكندرية دي محافظات حضرية. طب والجيزة بس؟ ما هي حضرية برضه، بس هم المطلوبين منك اللي هم ايه؟ الأربعة دول بس، بورسعيد واسكندرية والقاهرة والسويس. ماشي؟ ماشي. طيب بالنسبة عرفنا المناطق اللي هي بتاعة الحرارية، وعرفنا ايه اللي بيحصل فيها، اللي هم قرب خط الاستواء دي المنطقة الحارة. طيب نبعد حبة صغننة من ناحيتين دي منطقة معتدلة. طب نبعد اكتر سواء للشمال او للجنوب تبقى دي المنطقة الباردة علشان عندك قطبين.
بالنسبة يا يوسف للمحافظات، هوية محافظتي اللي كانت عندنا، كان عندنا بورسعيد، كان عندنا القليوبية، كان عندنا الوادي الجديد. قلنا ان احنا القليوبية في المنطقة دي، القليوبية بيهتموا بزراعة الخضروات والفاكهة وان هم يصدروها. قلنا ان احنا عندنا في الوادي الجديد اللي هو اكبر مساحة بيهتموا بالتمور ويصدروها، وكمان كانوا بيهتموا بتسويق الاماكن السياحية اللي عندهم. بالنسبة لبورسعيد الحتة الصغننة اللي فوق خالص دي على البحر المتوسط، قال لي يا يوسف ان هم بيهتموا بنشاط الصيد وتعليب السمك ودعم نشاط النقل البحري. يبقى انا عندي القليوبية بيهتموا بايه؟ ها يا يوسف، القليوبية بيهتموا بزراعة ايه؟ خضروات. ايوان، والفاكهة والخضروات وان هم يصدروها. طيب الوادي الجديد بيهتم بايه؟ ها الوادي الجديد بيهتم بانتاج ايه؟ بانتاج التمور إنتاج التمور وتصديرها، وان هم ينشطوا الاماكن السياحية اللي عندهم. طب وبورسعيد مستقبل بتاعهم في ايه؟ الصيد تمام. احنا كده خلصنا يا يوسف. اتمنى ان ما يكونش في حاجة انت يعني لو في حاجة محتاجها قولي قبل ما ايه اقفل. لو في حاجة عايزني اقولها لك تاني اقولها لك تاني. لا تمام كده. عايزاك بقى بعد ما تقفل تحللي بقى باقي الامتحانات اللي فاضلة اللي لسه متبقية يعني،